هادي هي اللي داق البنا ما يتهنى، ملي درت لهم هاد لي بولات وداقوهم ولوها شاك فوا يطلبوهم مني. اليوم جات تورتهم في رمضان بغيت نتقاسمهم معكم. سواء كنتي مرأة عاملة ما تدخليش بكري للدار ولا وقتك ضيق ولا كنتي برا وما رجعتيش بكري ولا ميزانيتك على قد الحال، هذا هو الطبق اللي يساعدك. حاجة اقتصادية ما تكلفكش الكثير، توجديها بالخف ليه ليه كيما راكم تشوفوا لاصوص خاطرة مجمرة كيما يحب الخاطر، والبنة على ضمانتي. بقوا معايا حتى لاخر الفيديو، فرجة ممتعة. السلام عليكم الأحباب، كي راكم دايرين؟ كي راكم مع رمضان؟ كي راكم مع العبادة؟ كي راكم مع الشقة؟ نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما شفتوا في المقدمة تاع الفيديو قلت لكم هذا الطبق يوجد ليه والبنة ولا أروع. ديت كمية من الكفتة، زدت لها حبة بصل كبيرة فوتها في الأشواق، ديت نصها واحتفظت بالنص الآخر. ديت واحد 2 سنات ولا 3 نتاع الثوم تاني هما مرابين. نتا عندي كمية تاع السلق، ربطة تاع السلق غسلتها غاية، قطعتها فورتها وزدتها للخليط تاعي. اللي ما تبغيش تفور طيبها غير في مقله، لكن انا نفضلها مفور. ديت واحد نص غام كان صغير هذا تاع الفلون، ديته بلا شابلور. بالنسبه للتوابل ديت ملح، ديت كمون، ديت فلفله حمراء، ديت شويه سكنجبير، وديت شويه تاع فلفله حمراء حاره غير على راس المغرف، شويه فقط. انا تاني ما ناكلوش الحار، ولكن جا فيها واحد لو غو بيكون، جا شباب بزاف. خلط كاع المكونات نتاعي مع بعض. كما قلت لكم هذا الطبق يجي الشباب شباب شباب ما تندموش عليه. انا تاني ولادي ما ياكلوش السلق، والله ما عرفوه باللي سلق، حتى من كلاو وشبعوا عاد قلت لهم هذا سلق. وحتى راجلي قال لي كما قلتي ليش سلق ما نعرفهش باللي سلق، ما فيهش كاع لو تاع السلق. والسلق راه غني بزاف، راكم تعرفوا القيمه الغذائيه نتاعها، ماذا بكم تدخلوه في الاطباق تاعكم. خلطت هنا كاع المكونات تاعي مع بعض حتى حسيتهم اندمجوا مليح، وبديت نوجد في الكريات. من جهه واحده اخرى قبت الطاجين تاعي، درته على النار، درت فيه كميه تاع الزيت وخليته يحمى. زدت هذاك النص بصله اللي كنت محتفظه بها مع 2 سنات ولا 3 تاع الثوم، وراني نقلي فيهم في هذاك الزيت. خلوا البصله تتقلى مليح 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 باش المرقه تاعكم تجيكم خاطره، والبصله تطلق الحلاوه تاعها في لاصوص. وتبقي غير تحركي في البصله تاعك حتى تشوفيها دبالت، ما تخليش البصله تاعك تنحرق. زدت هنايا 2 ورقات تاع الرند كما راكم تشوفوا، زدت عليهم عود تاع القرفه، وراني نحرك في الرند والقرفه باش يطلقوا لي البنه تاعهم مع البصل. من جهه واحده اخرى تدي حبه طوماطيس تكون كبيره وتكون مايهه يعني فيها لو جو، ترابيها وتزيديها للخليط. انا هنايا لا طوماط تاعي راني مطيبتها ومكونجلتها، كنت وجدتها هذا زمان وخليتها في الكونجيلاتور، وقت الاستعمال نجبدها. نبدا نحرك هنايا حتى تذوب لي لا طوماط تاعي. بالنسبه للتوابل درت شويه ملح ما تكثروش، خاطش راني دايره الملح ودايره كاع التوابل في لي بولات. درت شويه ملح، شويه فلفل اسود، درت شويه فلفله حمراء، شويه تاع زعفران، وشويه تاع سكنجبير. من كل حاجه شويه شويه، وكما قلت لكم ما تكثروش. نبقى نحرك في الطاجين تاعي. هنايا راني نحاول ندوب في الطوماطيس تاعي. كي نشوف الطوماطيس تاعي دابت هنايا نزيد الماء ما تكثروش بزاف، حوالي واحد كاس تاع 240 حتى 250 مليلتر تاع الماء يكفيكم. وراح نجيب لي بولات تاوعي اللي درتهم ونبدا نحطهم في الطاجين. لي بولات غادي يطيبوا لي في هاد لاصوص طوماط. حاجه شابه الشيرات، ننصحكم تجربوه. راكم عارفين حاجه كون ما تكون شابه ونكون مجربتها وعجبتني ونكون راضيه على النتيجه والله ما نحطها لكم. فقط ملاحظه، هذا الطبق سيته بالكفته تاع الدجاج ما يجيش شباب. توالمه الكفته تاع البقري ولا تاع خروف. كفته تاع الدجاج غير سي با لافان تجربوه، والله درته وما عجبنيش وما تكلش. نقص للنار ونغطي الطاجين تاعي ونخليه يطيب على نار قليله حتى تتجمر المرقه تاعي كما راكم تشوفوا هنايا، ونحس بلاصوص راهي خاطره واونكتيوز. هذا هو الشكل النهائي تاع الطبق تاعي لنهار اليوم، قدمته مع بطاطا مقليه. نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. اذا عجبتكم الفيديو ما تبخلوش عليا خواتاتي بالاعجابات والتعليقات، علقوا على قد ما تنجموا باش تطلع القناه. واللي مازال ما اشتركت تشترك وتفعل الجرس. واللي راهي تشوفي قناتي لاول مره نقول لك مرحبا بك، وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، بقاو على خير، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.